لما اشوف تشكيله المنتخب المغربي مهم. اوكي يعني وتصدر، لكن لما اشوف التشكيله المفترض ان هذه الصداره ما تكون مفاجاه، نعم لان موجود بلجيكا ولانه موجود كرواتيا قد تكون مفاجاه، لكن لما انت تشوف بونو واحد من افضل حراس اوروبا مهم. في اخر 3 4 مواسم على الاقل، تتكلم عن حكيم زياش اللي يلعب في نادي تشيلسي ومزراوي يعتبر من افضل الاظهره، اشرف حكيمي من افضل اظهره العالم على في الجهه اليمنى، اللي انتقل نايف جيرد اللي انتقل لاستون فيلا، سايس اللي كان مع وولفرهامبتون واحد من افضل مدافعي البريمير ليج. فالمفترض ان ما تكون في مفاجاه صراحه لا، هو المفاجاه من تاريخنا، من استنقاصنا لانفسنا لخيبات التاريخ. ولكن خلينا نتوقفوا لحظه ونقولوا مبروك للمغاربه، افرحوا. اذا تتفرجوا في البرنامج كملوا البرنامج، بعد اخرجوا شيخوا احتفلوا لانه هذا حقكم. سير خويا احتفل خويا. لكن اهم شيء انه المغرب كان الافضل على امتداد هذه المجموعه. المغرب قلت امبارح فيه كل مقومات المنتخب العالمي، the world class team كلها موجوده. شنية؟ اول حاجه الدوري القوي، دوري موجود، تتفرج في الوداد، تتفرج في الرجاء، الجماهير موجوده، والدخلات اليوم هي الافضل في افريقيا. اعتقد انه دربيات المغرب هي الافضل على المستوى الجماهيري وحتى على المستوى الكروي والفني. فانت لما تتكلم على دوري محلي، دوري محلي موجود. العنصر الثاني هو طبعا المحترفين خارج البلاد اللي يجيبوا الخبرات من اعلى المستوى، كنت انت سميتهم موجودين. فكل العناصر اليوم اللي تصنع فريق وورلد كلاس موجوده. العناصر هذه خدمه الفريق. لما نحكيو على مباراه اليوم، اجمل نقطه في المباراه هو انه الركراكي هو اللي دخل على الكندا. يعني الكندا في العاده هي اللي تدخل وتضغط 30 دقيقه ومن بعد تنهار بدنيا، هو ما اعطاهمش الفرصه. انا شخصيا كنت نتوقع ان المغرب سيصبر مثل ما صبر في مباراه بلجيكا، يدافع ويصبر على المباراه ومن بعد في اخر الوقت نتاع الشوط الاول والشوط الثاني يهاجم. لا، المغرب دخل مباشره في المباراه. الفنيات الفرديه كبيره ياسر، زياش ماهيش سهله الكره اللي اتحطت راه، ما كانتش فما مساحه زمنيه كبيره باش يهز راسه. يعني فيها كلاس، فيها شويه زيدان. انصيري انا نعشق، من اجمل فنيه نعشقها، اجمل سكيل نعشقه في كره القدم هو الفيرست تاتش اللي تربح بها الوقت. اي لاعب باش يعمل ترويض ديما يخسر وقت ويهز راسه ويبدا يلوج. لما الفيرست تاتش تمسها فتكون ربحت بها مسافه والقرار تقرر من قبل ما توصل لك الكره، هذه علامات لاعب عالمي، علامات لاعب 5 نجوم. فانصيري اليوم تألق. نحكيو على دور ال16، المغرب مر الاول، يلزم يعتبر نفسه الاول في دور ال16 مهما كان الثاني اللي باش يجي من المجموعه الاخرى، فانه المغرب عنده كل الحظوظ. نلعبوا بدون ستريس، الانجاز حصل. ولكن المغرب هذا الذي لعب اليوم قادر، سواء كانت اسبانيا او المانيا اقوى منه الاثنين صحيح، لكنه قادر يصنع انجاز اكبر ويكون من بين الثمانيه الاواخر في كاس العالم. في صداره المغرب وكيف وصلنا الى الصداره؟ كنا بنتكلم امبارح، كنت قلت لك ان انا وجهه نظري دائما ان احنا كمنتخبات عربيه كلنا في مستوى، والتوب ليفل في مستوى تاني. اقرب نقطه بين المستويين هو منتخب المغرب تاريخيا، انا بتكلم تاريخيا. ان كان في منتخب عنده القدره انه يقترب اقرب شيء من التوب ليفل بيكون دايما منتخب المغرب. منتخب المغرب هو اول فريق عربي او افريقي صعد قبل كده للدور الثاني. منتخب المغرب النهارده بيعمل افضل دور اول في تاريخ العرب ب7 نقط. الجزائر، السعوديه 6 نقط لما صعدوا، 6 نقط فوزين وهزيمه، لكن 7 نقط ده الاول على الاطلاق. واعتقد افريقيا اذا مش غلطان، انا متاكد انه عربيا، افريقيا ايضا متاكد من المعلومه. اعتقد ان انجاز افضل عدد نقاط. لا يوجد فريق افريقي تأهل في المرتبه الاولى او كسب 7 نقاط في التاريخ. شيء رائع جدا 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 جدا. الحقيقه بدايه المباراه كانت مبشره نوعا ما. بدات تحس ان يعني حارس كندا والدفاع كانهم من مراكش، من قنيطره، من اسفي بتاع لغايه. وعلى فكره المباراه كانت سهله جدا لغايه الهدف الاون جول بتاع نايف اكرد اللي هو واحد من اهم لاعبي المغرب في البطوله، لكن كان سيء الحظ جدا. بعد كده المباراه صعبت نوعا ما، لكن المغرب وهي بتبادر كانت رائعه، المغرب وهي بتدافع كانت رائعه، المغرب واجهت اختبارات كثيره جدا في البطوله وفي كل مره كانت رائعه. الفريق الحالي او الجيل الحالي لمنتخب المغرب بقياده وليد الركراكي الحقيقه يعني انه قادر على انه يعمل مونديال كبير جدا. المغرب غالبا هتقابل المانيا بذكريات 86، انهم قابلوا المانيا لما صعدوا 86 وخسروا بالعافيه بالمناسبه بهدف لوثر ماتيوس. نتمنى لو حصل انهم قابلوا المانيا، الا لو حصلت مفاجاه في المجموعه، مفاجاه اصبحنا نتمناها حاليا. اتمنى يكون المصير افضل، لكن حتى لو مش افضل فانا شايف ان المنتخب المغربي شرفنا تماما تماما تماما، وكلنا سعداء بيه وبالمدرب الوطني وليد الركراكي.